بصراحة فكرة الفيديو النهاردة غريبة شوية. ازاي تبقى يوتيوبرز؟ مبدئيا كده يا صاحبي، الفيديو دون معمول خاصة للمتابعين فقط لا غير، واكيد طبعا ممكن يوصل لناس تانية، بس بصراحة جات لي في بالي الفكرة دي فقلت اعملها، يمكن يعني ده اكيد مش يمكن هتفيدكوا بعدين. فعشان بس ما نرغيش معاكم كتير، يلا بينا نخش بالتقيل. ازاي تبدأ على اليوتيوب، او ازاي تبقى يوتيوبرز؟ ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي وبعدين. ما هي اظن مفيش فرق. بص يا صاحبي، انا عايز افهمك معلومه صغيره. انا حرفيا بدات من الصفر. يعني مثلا بتلعب على الضيق. بالظبط، صالة مغطاة كده على. طب حلو قوي. صدقوني يعني حتى لو جهازي كان موجود لحد وقتنا هذا، كنت صورت لكم فيديو، كنت بجد وريت لكم الجهاز اللي عندي عامل ازاي. حرفيا الجهاز بتاعي كان، انا مش عايز اقول بس هضطر اقول، هو جهاز 2 جيجا رام، ويعني زي ما تقولوا كده الكارت الشاشه اللي ممشي الجهاز، يعني 2 جيجا كارت شاشه. ما هو اللي ممشي وكمان انفيديا هو اللي ممشي الجهاز. بصراحه مش فاكر البروسيسور اسمه ايه ولا الهارد، بس هو بصراحه جهاز كان ضعيف جدا. وانا بدات بيه كنت بصور، وكنت بعمل مونتاج، كنت بعمل صور مصغره، كل ده من عليه، وكمان في ويندوز 7 مش 10. كان بيموت معايا شويه، بس قلت يعني انتوا حتى لو لاحظتوا في الفيديوهات القديمه هتلاقوا برضو بيبقى فيه دروبات وانا بلعب وحاجات زي كده، والجوده مش احسن حاجه. فاللي عايز اوصله لك يا صاحبي ان عادي انك تبدا من الصفر. انا عن نفسي بدات من الصفر، بس كان في بصراحه جمله كانت حيشاني كده كنت عايز اقولها. انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان الناس اللي بتكلمني كتير جدا وبتوجع دماغي وبتقول لي يا كريزي، انا عايز اعرف برنامج المونتاج اللي انت بتصور بيه، انا عايز اعرف الصور المصغره اللي انت بتعملها، انا عايز اعرف برنامج المونتاج، انا عايز اعرف. انا زهقت بامانه. فانا ريحت دماغي وقلت اعمل الفيديو ده علشان لو حد كلمني ابعت له الفيديو على طول. طب يا كريزي، ما تقول لنا كده انت بدات ازاي على اليوتيوب؟ بسيطه يا صديقي، انا بدات وانا بعمل عمليه في رجلي. نعم. والله هو الكلام اللي اقول اصلا مش منطقي، بس ده اللي حصل فعلا. يعني في مره انا كنت في البيت كده، كنت قاعد مع نفسي، كنت بقول ما كنتش ساعتها بقى مسمي نفسي كريزي، كنت بقول لنفسي ما تيجي كده يا ملاك نصور فيديو كده. بصراحه انا جربته، وساعتها كنت عامل عمليه في رجلي، فحرفيا ما كنتش قادر اتحرك وكده، والحمد لله يعني قمت بالسلامه. انا لقيت الموضوع جايب نتيجه بامانه. لقيت كده انا وانا قاعد مع نفسي، مره في مره، يعني مره بنزل فيديو، في التاني، في التالت، في الرابع، لحد زي ما انت شايف جاب معايا نتيجه. الموضوع يا صديقي ممكن يكون متعب شوية، بس على الأقل هيفرق معاك جدا بأمانة. جرب، مش هتخسر حاجة. طب ما تسألنا كده يا كريزي، انت داخل اليوتيوب ده عشان ايه؟ عشان المادي ولا عشان الشهرة؟ بص، انا عشان ما اكدبش عليك الاتنين، وانا يا صاحبي لو سألتك نفس السؤال هتقولي برضو الاتنين، صح ولا لا؟ فانا كده هختصر لك الموضوع. في البداية ما تدخلش علشان خاطر الفلوس وبس، لا 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 لا، شيل موضوع الفلوس ده من دماغك نهائي، عشان لو انت حطيته في دماغك حرفيا ممكن ما تطلعش لقدام. بص لنفسك، يعني بص انت هتنزل فيديو ايه بكره، بص انت هتنزل فيديو ايه بعده، بص انت عايز تتعلم المونتاج، بص انت عايز تتعلم الصور المصغره. عارف مره مع مره يا صديقي لما انت تتعلم ده، على فكره عشان اقول لك معلومه، لو انت اتعلمت الحاجات دي كلها اصلا في مواقع مخصوص علشان انك يعني تاخد فلوس من الحاجه دي، يعني فاهمين؟ يبقى ليك مصدر دخل اساسي. بس لو انت بتعرف تعمل صوره مصغره، جرافيك، ديزاين، بتعرف مونتاج، يعني حرفيا كل حاجه انت بتعرف تعملها، كل حاجه وليها شغل. يعني انت بتعرف تمنتج في موقع برضو مخصوص انك يعني تنزل عليه شغلك وكده، وتقدم وتقول انا اسمي كذا، بعمل كذا، ومخصص لكذا، والشخص اللي هيشوفك ده يا صاحبي ممكن يتعامل معاك، ومرة في مرة في مرة تتعرف اكتر وتتشهر اكتر، والناس تثق فيك. فانت في الاول ما تخش الموضوع على اساس انك داخل علشان تاخد فلوس وبس، مش هيجي معاك صدقني. اسمع مني، خلي مثلا الفلوس دي لما انت تتشهر، لما انت تتعرف، فاهمين؟ طب ما تقولنا كده يا كريزي، نبدأ بمحتوى ايه؟
بص عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو كتير، يعني الفيديو ده ممكن يوصل ل10 دقايق او ربع ساعة. انت تبدأ في المحتوى اللي انت شاطر فيه، اللي انت في دماغك انك تعمله، وكمان تبحث. يعني في حاجة اسمها جوجل يا جدعان بأمانة، في حاجة اسمها يوتيوب. ابحث وشوف، دور انهي اللي بيجيب فيوز اكتر، انهي محتوى اللي جايب مشاهدات عالية، هل هو عربي ولا اجنبي، هل هو جيمنج ولا سياسة. يعني حاجات كتير. السوشيال ميديا يا صاحبي دي متخصصة لكذا مجال انك تعمل بيهم محتوى. ابحث وشوف، شوف انت عايز تلعب، شوف انت عايز تعمل محتوى ايه، هل هو جيمنج ولا ايا يكن، وجرب. صدقني الموضوع مش هياخد منك اكتر من نص ساعة بس تبحث وتاخد فكرة عن الموضوع ده، وهيفرق معاك جدا على فكرة. طب ما تقولنا بقى كده يا كريزي، انت بتستخدم برامج ايه؟ مبدئيا مش عايز حد يستغرب، لان انا اصلا مش بستخدم ادوبي ولا اي حاجة من ادوبي اصلا، بس برامج المونتاج والمواقع اللي انا بستخدمها الحاجات دي شغال بيها من زمان قوي، من ساعة اصلا ما بدأت وعرفت اعمل مونتاج، من وانا بدأت على اليوتيوب. فلحد وقتنا هذا انا بصور وبعمل مونتاج وصورة مصغرة بنفس البرامج اللي انا كنت شغال عليها برضو زمان. رقم 1 كانتازيا ستوديو، رقم 2 ده اللي هو برنامج مونتاج، رقم 2 شوت كات، رقم 3 كاب كات. بصراحة هو ده جديد بالنسبة لي وده برضو جديد بالنسبة لي، بس اول ما بدأت اشتغلت بكانتازيا ستوديو. هو برنامج خفيف وسهل التعامل، يعني بالمعنى كانتازيا ستوديو في حاجات مش موجودة هنا، تمام، وشوت كات في حاجات برضو في كانتازيا ستوديو مش موجودة برضو. فانت جرب، اول حاجة جرب على كانتازيا ستوديو، ده من وجهة نظري لو انت كمبتدئ. نخش بقى في الصور المصغرة. بص يا صاحبي، هو انا مش بستخدم برنامج، بس انا بستخدم كانفا. هو الموقع ده حلو جدا، تمام، شغال عليه وبعمل فيه كل حاجة وهيساعدكوا كتير جدا. انتوا بس ممكن تكتبوا في السيرش شرح كانفا، شرح موقع كانفا للصور المصغرة، هتلاقوا بصوا ملايين الفيديوهات. لو فتحت فيديو واحد بس منهم صدقني هتتعلم منه، جرب. وكمان في موقع تاني انا بستخدمه دون اسمه كاب كات برضو، يعني طبعا البرنامج المونتاج دون اهون، تمام، ده برضو الصور المصغرة. هو حلو برضو على فكرة، مش وحش. في معلومة بس عايز اقولها، انا مش هينفع احط اي رابط من البرامج دي في التعليقات تحت او في الوصف علشان غلط عندي. فالاسم اللي انا اقوله لك او اللي انت تشوفه في الفيديو فانت اكتبه، مش محتاج اقول لك يعني. ونخش بقى يا صاحبي على التصوير. بص هو انا مش بصور بأو بي اس عشان محدش يستغرب برضو، يعني انا بصور بباندي كام. ده اصلا انا بدأت بيه من الصفر، انتوا فاهمين يعني ايه من الصفر. البرنامج ده حلو جدا بس في علامة مائية، وانا طبعا بهكره. وكنت عامل فيديو اصلا زمان ازاي تسجيل اكتر من 10 دقائق وازالة العلامة المائية. لو انت مهتم يعني وعايز يعني باندي كام وتفعله كده، اتفرج على الفيديو عندي على القناة. يعني هو اصلا ده برنامج الوحيد اللي انا بصور بيه. ده كان الاول، خد بقى هنا وتعالى، انا بصور من ويندوز 10 نفسها، يعني انا عندي نسخة ويندوز 10، تمام، بصور بنفس النسخة اللي موجودة، يعني مش برنامج ولا اي حاجة. حاجة اسمها اكس بوكس تقريبا، هنعرفها مع بعض اهو. اكس بوكس جيم بار، ده مخصص هتلاقيه عندك لو انت ويندوز 10، ويندوز 10 فقط هتلاقيه عندك، ممكن تفعله. وممكن برضو تكتب شرح على اليوتيوب، شرح اكس بوكس جيم بار، هيجيلك برضو في فيديوهات وكده. كل حاجة موجودة، مفيش حاجة مش موجودة يا جدعان، مفيش حاجة ملهاش حل. شوف وجرب وشوف انت عايز تبدأ منين. انا البرامج بتاعتي ضعيفة شوية، يعني اتعودت عليها. انا عارف اللي فيه برامج احدث واحسن من دي بكتير، بس انا اتعودت عليها وبمنتج بيها كمان وبعمل كل حاجة بيها. بس عشان بس افهمكم معلومة صغيرة، تمام، اكس بوكس جيم بار دون، تمام، هو حلو جدا بنسبة 100% في التصوير، انما تقولي في المايك
وانت بتتكلم، لا ده مش عيب مايك، ده عيب مش برنامج، او نعتبره برنامج، البرنامج اللي انت بتصور منه اللي هو جيمنج اكس بوكس جيم بار. بس بقول لك ايه، سيبك من الصوت، شوف الفيديو هيطلع عامل ازاي. اهم حاجه الفيديو. في ناس بتصور فيديو ومش مهم عندها الصوت، بتشيل الصوت بس صوت اللعبه او صوت الحاجه اللي انت بتصورها موجوده، ففي ناس مش بتطلع بصوتها. فالكواليتي بتاع التصوير هنا في اكس بوكس جيم بار حلو جدا 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 جدا. انا عن نفسي بصور منه، بس انا قلت اقول لكم المعلومه دي عشان برضو ايه تكونوا فاهمين اللي العيب مش من عندكم من المايك، لا من الويندوز اللي انت بتصور منه نفسه. انا بقى بعمل ايه؟ بعمل فكره ذكيه، بصور باكس بوكس جيم بار بصور فيديو وبركنه على جنب، تمام، وبصور من باندي كام الصوت، تمام، ركز معايا، بصور من باندي كام الصوت وبركنه على جنب برضو، بمدجهم مع بعض واحطهم في المونتاج. هتحكم بقى في صوتي براحتي، هتحكم بقى في صوت الفيديو براحتي، فاهمين قصدي؟ فممكن برضو الفكرة دي تنفعكم. ولو برضو مش عاجبك البرنامج في الصوت اللي انت صوتك اللي هيطلع يعني من الفيديو كده، عندك برضو البرنامج ده بيصور برضو صوت بس، بيسجل صوت بس يعني. هو حلو على فكرة، ممكن كمان تظبط صوتك تخليه نقي. فصدقني يا صاحبي الموضوع مش صعب نهائي، هو بس عايز مكافحة شوية يعني. اصل زي ما تقول كده مفيش حاجة بتيجي بالساهل او مفيش حاجة بتيجي ببلاش، فاهمين قصدي؟ فانت كل لما تتعب من هنا كل لما هتلاقي من هنا. وعشان تعرفوا حاجة، انا عامل الفيديو ده مخصوص للمتابعين فقط، ممكن حد يشوفه من بره عادي، شرفتني نورتني، يا ريت تنضم لعيلة كريزي. بس كان في معلومة صغيرة كنت عايز اقولها لك قبل ما انهي الفيديو. انا مش عايزك تبدأ زيي بأمانة، انا بدأت في محتوى غلط، انا بدأت في محتوى مفيهوش ارباح، وانا ندمت مبدئيا يعني في النقطة دي، انا ندمت بجد، بس كسبت. طب كسبت ايه يا كريزي؟ كسبت ناس بتحبني يا صاحبي، كسبت ناس عارفاني كتير، ناس واثقة فيا، وده طبعا اهم من المال ده اكيد يعني. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص. يا ريت يعني بعد اذنك لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناة وتكتب لي التعليق الحلو، وتشوف يعني عجبك الفيديو ولا لا، تكتب لي في التعليقات عايز سلسلة تانية. بس اهم حاجة ما يجيش واحد يجي يكلمني ويقول لي ايه يا كريزي انا عايز اصور، انت بتصور ببرنامج ايه؟ لو قلت لي السؤال ده هعمل لك حظر على طول. اصل انت لو متابعني يا صاحبي مش هتقول لي كده. واتمنى طبعا يكون الفيديو عجبك، ما تنساش طبعا الشير، اهم حاجة الشير، عشان ده الحاجة اللي ممكن الناس تشوفها اكتر، تشوف الفيديو يعني. وسلام يا رجالة، اشوفكم في فيديو جديد، جود باي.